القحطاني يترقب حسم مصيره في الشباب. قام أحد لاعبي نادي الشباب السعودي بطلب تحديد مستقبله مع الفريق قبل دخول الفترة الحرة في عقده الحالي. وأفادت المصادر الصحفية بأن حسين القحطاني لاعب وسط الشباب طلب من وكيل أعماله الاجتماع مع إدارة النادي لحسم مستقبله. وأوضحت المصادر أن القحطاني يتطلع لمعرفة موقفه في الشباب قبل دخول الفترة الحرة مطلع يناير المقبل، والتي تسمح له بالتوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى ناديه. وأضافت المصادر أن القحطاني يريد الاستمرار في صفوف الشباب، ولكنه يطلب تقديم عرض بقيمة مالية أعلى مما يتقاضاه حاليا. ويعد حسين القحطاني من العناصر الأساسية والمهمة في تشكيلة الشباب بالموسم الحالي. الأهلي مهدد بفقدان رياض محرز أمام التعاون. بات النادي الأهلي مهددا بخسارة جهود لاعبه الجزائري رياض محرز في مباراة اليوم ضد التعاون ضمن منافسات دوري روشن السعودي. ووفقا للمصادر الصحفية الواردة من السعودية، فأن رياض محرز قد لا يشارك اليوم مع أهلي جدة ضد التعاون. وأضافت المصادر ذاتها أن رياض محرز تم نقله خلال الساعات الماضية إلى إحدى المستشفيات بسبب معاناته من وعكة صحية. نيمار سعيد بالظهور الأول مع نادي الهلال. أبدى البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال سعادته بالظهور الأول والمساهمة في فوز فريقه الكاسح على حساب الرياض ليلة أمس الجمعة. وسجل نيمار ظهوره الأول بقميص الهلال عندما حل بديلا للاعب ميشيل ديلجادو عند الدقيقة 64 من عمر المباراة. وقال نيمار خلال مقطع فيديو انتشر على حساب الهلال الرسمي بموقع أكس: سعيد جدا بالظهور الأول بقميص الهلال والتمريرة الحاسمة، وسعيد جدا بالفوز الأول، نحن معا أراكم في المباراة المقبلة. وقدم نيمار مستوى أكثر من رائع خلال مشاركته في الشوط الثاني للمباراة، وساهم بصناعة الهدف الرابع الذي سجله مالكوم، كما حصل على ضربة الجزاء التي سددها سالم الدوسري. ونشر نيمار عبر حسابه بموقع أكس عقب المباراة: سعيد جدا بتحقيق الفوز في ظهوري الأول. شكرا للجماهير على التكريم.